حضرموت ارتبط اسمها منذ القدم بالهجرة والتجارة لطلب الرزق، كما اشتهر الحضارمة بالقدرة على الاندماج في المجتمعات الأخرى ونشر ثقافتهم الدينية والاجتماعية والفنية. في التقرير الأول من سلسلة اليمن الأرض والإنسان تصحبنا مراسلتنا صفاء كرمان إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن للوقوف على جمال أرضها وما تفقده وتكتسبه من غياب أبنائها. يا مرحبا بكم في حضرموت. يا دان يا دان يا دان يا دان دان يا دان. زائر حضرموت يشعر وكأن التاريخ توقف هنا. تكاد تشتم عبق حضارة واحدة من أقدم الممالك اليمنية. وادي دوعا أو وول ستريت الصحراء لا تجارة فيه، لكنه نشر التجار إلى أصقاع العالم بشكل يلخص الخصوصية الحضرمية. تجد الأرض وتفتقد الإنسان، جبال تأسرك بجمالها وتكيف الإنسان معها، وإرث ديني عريق، كما روعة معمارية بمبان طينية بعضها يتكئ على الجبال وأخرى تعتليها. كل هذا ولا يعيش في المحافظة ذات 193 ألف كيلومتر مربع سوى 2,000,000 شخص فقط، بعد أن هاجر نحو 15 مليون. كما تحتفظ العمارة في حضرموت بأصالتها. يتمسك الإنسان الحضرمي بثقافته رغم هجرته الممتدة إلى مئات السنين، حتى إن عاد إلى بلده عمل على تنميته وتمنى لو تتاح له الفرصة لتقديم المزيد. مدارس ومنح للخارج، مستشفيات بكامل معداتها، مؤسسات خيرية وتنموية، حتى الطرقات الضخمة بناها تجار لسد إهمال الدولة لمناطقهم. لكن زائر حضرموت قد لا يرى ذلك كافيا بمقارنة أوضاعها مع خيراتها وثروات تجارها، ولأحد الأعيان تفسيره: أعطني أمنا أعطيك تنمية. إنه الآن قدموا ما قدموا في ظل هذه الأوضاع، فما بالك إذا وجد الأمن وإذا وجد الاستقرار. لم تقتصر هجرة الحضارمة ووفاؤهم لأرضهم على التجار فقط، بل امتدت إلى فنانيها. تجدهم يتغنون لبلدهم الأم رغم حملهم لجنسيات خليجية. أمي أم اليمن أمي. يدندن أبو بكر سالم بتفرد اليمن بينما يتغنى غيل بالخير بعودة الحضارمة إلى بلدهم حيث طال البعاد. يلا بعاده لا بلد حضرموت. صفاء كرمان، الجزيرة، حضرموت.